صدق الله العلي العظيم تعجيلا لفرج مولانا وقبولا لمجلسنا طيب المجلس بذكر محمد وآل محمد. تكلمنا ليلة البارحة عن هذه الآية المباركة وعرفنا الأمر الإلهي ما الذي يريده من الإنسان. الأمر أولا الله تعالى أمر بالعبادة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتكلمنا عن هذه الفقرة. ثم انتقلنا بالآية الكريمة إلى وبالوالدين إحسانا. طيب، تكلمنا عن هذه النقطة. الإنسان أول ما يولد ضعيف، فبالتالي يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى من يعطيه الطعام، يحتاج إلى من يعطيه الماء، يحتاج إلى من ينظفه، من يدير شؤونه، لأن هذا الطفل عادة هكذا. طيب، هذه الرعاية من أين يحصل عليها؟ يحصل عليها من الأبوين، بالأخص من الأم، لأن الآب عادة يخرج إلى الأعمال، أكو أعمال عنده أخرى، فهذا من شؤون المرأة. فلذلك هذه المرأة تسهر ذلك الليل بعد وتجوع من أجل أن يشبع طفلها. بالأخص شوف شهر رمضان، بعض النساء عندهن أطفال يرضعن أطفالهن في نهار شهر رمضان. تدري هذا الإنسان اللي خلال شهر رمضان، خلال هذه الأيام، منذ أن يمسك إلى الحد الإفطار، بعض الناس يجوع. ليش؟ لأنه ما ماكل لمدة هذه الفترة 14 أو 15 ساعة أو أقل. طيب، هذا شو يصير؟ يجوع. وإذا بهذه المرأة فوق الأعمال الشاقة في المنزل، من طبخ، من غسل، من كنس، وإذا بها تأتي إلى أطفالها، تجي لطفلها ترضعه، تجي لطفلها تغسله، تجي لطفلها توكله، وهكذا. إذن شوف الأعمال ترى هي مو عمل أنه هين، والحال أنه بعض الآباء إذا يبقى له ساعتين بالبيت وعند أطفال، عليكم السلام سيدي حياكم الله، صريخ، ما يتحمل لعب الأطفال، البعض صوت عالي فما يتحمل هذا الطفل الأب. ولكن من الذي تتحمل؟ وإذا بهذه الأم تتحمل هذه الضجة، تتحمل العناء، تتحمل المشقة، تتحمل كل شيء من أجل من؟ من أجل سعادة ولدها، هذا من أجل سعادة أطفالها، حتى يكون طفل مرتب نظيف. نعم، حتى كثير من الأشياء تستخدمها على مود شنو؟ على مود أنه الطفل يكون في هذه الصورة. طيب، فإذا شهر رمضان شهر فيه مشقة، شهر فيه تعب، فيه جوع، وإذا بهذه المرأة تأتي إلى وليدها وتوضع. طيب، هذه المرحلة الأولى اللي تعتمد على الأم، هذه المرحلة باعتبار هي اللي تقوم برضاعة وليدها. المرحلة الأخرى اللي من بعد ما يمشي هذا الطفل، كذلك هناك عناية منين؟ من الأم. شوف الأم تبقى تعين ولدها، تبقى مع ولدها إلى أن يكبر هذا الولد، بحيث إذا يروح للمدرسة بعد تتابع دروسه، تتابع أخلاقه، تتابع سيرته، وهكذا. هي التي تذهب إلى المدرسة وتسأل عن أحوال وليدها، شنو عندها، شنو من غاية. طبعا الأم يقولون الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا أراقي. الأم هذه مدرسة، لذلك نتعلم منها هذه الأم المجاهدة الصابرة، لأنها تصبر على المشقة. فإذا تروح تتابع أولادها، تتابع شنو دروسه، شنو أخلاقه، شنو سيرته، شنو نعم اللي فهمه في الدرس، وما إلى ذلك كثير، إلى أن يصل إلى مرحلة المتوسطة، بعد يصل إلى مرحلة الكلية. ولذلك شوف مثلا واحدة من القصص المؤلمة حقيقة، أنه يقولون في يوم من الأيام امرأة كانت تنتظر ولدها، بحيث ربت ودرست وعلمت إلى أن وصل إلى مراتب العليا في الكلية،
آخر يوم من التخرج مالها تنتظر. طبعا هذه أسعد أيام حياة الأم والأب حينما يحضر الولد يحمل تلك الشهادة. هذه الشهادة اللي يحملها هذا يوم سعيد، بحيث البعض يجعل ذلك اليوم فيه احتفالية، بعد ينثرون عليه الورود، بعد الشكليات وما إلى ذلك. فليش؟ لأنه عندهم أنه راح يرفع راسهم هذا وليدهم. يقولون هاي المرأة تنتظر وليدها جاء بالشهادة. من جاء بالشهادة هي فرحة الأم. قالت الحمد لله أنت الآن اختاروا ليطفكم فإن العرق دساس، أن الإنسان يختار. فشاهد الحديث قال لها أنا ما أخذ هذه المرة أبدا. ألحت عليه، أصر على أن قال لها أنا عندي صديقي وعندي أختها أنا أريد أخذها، وهاي دارسة ويانا وبالكلية ويانا وأعرفها وتعرف لي كل الزين، وهاي المستواي ونفس الطبقة وواحد يفتهم الثاني وهكذا. إذن يقولون أخذها، ولكن الأم يعني ما راضية، بس شو تسوي بعد؟ ليس بيدها حيلة. فبقوا هذه الفترة، بدأت المشاكل يوما بعد يوم. تدري هاي الأم لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف أي شيء، إنه أمية. فهذه الشفر نفسها عال العال، لأنها تفتهم، قارئة الكتب، نعم كل شيء اللي تريد تسويه. فبدأت المشاكل. وشوف هذه تنظر إليها نظرة دونية. اشتكت هذه المرأة، اشتكت عند ابنها، يا بي رجع بنته أو زوجتك، احكوا ما يسع 3 أشخاص أو 4 أشخاص، فقط 3 يسع البيت. فطيب يا معودة، قالت له ماكو، خلص تريدني أنا لو تريد أمك. فهذا شاف أنه لازم يطلع أمه. بالفعل قال لها يلا يمه تمشي نروح من بسفرة. يقولون قعد أمه في مكان، زوجته كانت وياه، طفلهم كان وياهم، وانطاها ورقة ما تعرف تقرأ ولا تعرف تكتب. قال لها يمه احنا رايحين هسه ونرجع. خذاها في حديقة، قال لها احنا هسه راح نرجع، واذا تاخرنا هذا رقم تليفون وخابري علينا، خاف نتاخر. يكون وقت من الظهر للعصر الى ان اجى المغرب، يتحسب تفكر بابنها، وين راح هذا ابني؟ وين راحت زوجته؟ وين راحوا؟ تفكر بيهم، خاف صار بيهم شيء، لعل اصيبوا بشيء، صار بيهم حادث، ماتوا، تفكر بيهم. الى ان قالت خليني اروح. هاي ذكرت الورقه اللي كانت عندها، قالت خليني أروح الكابينة من الكابينات، خليني أتصل عليهم. مشت هذه المرأة، تدري أنه من الظهر للمغرب واحد يجوع يعطش، وامرأة كبيرة. مشت مسافة طويلة، إذا واحد يطبق عليها بالسيارة، قال لها إلى أين تريدين أن تذهبي؟ قالت له أنا هاي وليدي خلاني بهذا المكان وما أعرف وين أروح، وانطاني هاي الورقة بها رقم تليفون، اتصل علي بلكت خاف صاير عليه شيء. يقولوا ليتها لم تسمع ذلك الكلام. شيء مكتوب بها؟ فتح الورقة وإذا بي مكتوب بها إذا رأيتني فخذني إلى دار العجزة. ما كاتب رقم تليفون. إذا رأيتني فخذني، أي إنسان يشوفها خذني إلى دار العجزة. ماكو تليفون أبدا. يقول بالفعل هذا الرجل أخذها إلى دار العجزة، وضعها في دار العجزة. اتصلوا عليه، حاولوا يتصلون على ابنها، إنهم بعد أن تتبع أخبارها يقولون إلى أن وصل وأعطاهم رقم تليفونها. كل فترة يتصلون عليه، يسأل عن أحوالها، بس شكو فايدة. إلى أن في يوم من الأيام أدركها الموت. احتضرت. هذه أثناء الاحتضار أرسلت هذه الموظفة اللي كانت في دار العجزة، خابرت على ابنها، قالها والله أنا بالنسبة لي ما فارغ، أنا أريد أسافر وعندنا موعد إلى السفر، أنا هسه مو بحال أمي، أنا وزوجتي عندنا سفر. يقول هي رفعت يديها، اللهم انتقم من ولدي وزوجتي. هذه تقول هذه المرأة اللي كانت في دار المسنين تقص إلينا هذه الحادثة، تقول رفعت يديها ولكن بحرقة. شوف دعاء الأم شلون مستجاب. يقولون حينما رفعت يديها وإذا بها بعد فترات من الزمن تعالج سكرات الموت إلى أن غمضت عينها. يقول من غمضت عينها ماتت بعد. هذه خابرنا على الرقم اللي رقم ابنها. تقول وإذا بي يطلع واحد أخو زوج هذه المرأة، أخوها،
يقول قلنا له فلان وين؟ قال انه صار عليه حادث. شنو الخبر؟ قالوا لها هاي امه ماتت، خليه يجي ياخذ جثتها. يقول هذا بكى، قال انا اختي او انا زوج اخت هذا الولد. شنو اللي صار بهم؟ يقول صار بهم انهم حينما ارادوا ان يذهبون الى السفر بعد ما وصلوا للمطار واذا بالسياره انقلبت، راحوا هو وزوجته وابنه. فتقول انه علمت ان دعاء الام سريع الاجابه. شوفوا شلون الله سبحانه وتعالى استجاب. ماتت وهي غاضبه عليه، ماتت وهي ما راضيه عليه ابدا. فدير بالك على امك. الانسان اذا عنده ام يدير باله عليها، يداريها، يحاول يرضيها، لان رضا الام من رضا الله سبحانه وتعالى. اذا تريد الله يرضى عليك خلي امك ترضى عليك، خليها من تقعد تقول يما انا راضي عليك، يما الله يوفقك. شايف الام اذا تقعد وقت الغروب باب الغرفه وترفع ايديها بالدعاء، اللهم وفق اولادي، وفق بناتي، من تقول انا راضي عليهم كلش كافي، قد ترضى عليك الام. ولذلك مثل ما قلنا يعني احنا امس هذا الشاعر يقول دير بالك على امك، يل بعدها وياك هذا اللي عنده ام خليه يدير باله عليها. لا يا ام ما تسوى بيها نعيش، شو اللي بالدنيا لو امي ما بيها؟ الله صدق شو واحد شو اللي بالدنيا اذا امه ما بيها. فهذه الام المدرسه. لصببت على يديه، ولكن ما يصير انا اساوي بين الاب وبين الام او وبين الابن. فاذا شوف الغرب يقولون ابدا ماكو هيك حكي، لذلك لا احترام ويضربونهم، ودائما ما نرى كبارهم وين في دار العجزه. دائما شوف ممتلئه دار العجزه من كبار السن، بل عندهم نظريه انه لا بد ان يرحلوا كبار السن، شنو باقين بالحياه؟ هكذا عندهم نظريه. ليش؟ لانه يقول لك هذا بعد ما يفيد. لذلك مثلا شوف هذه ايام اللي مرينا بيها، ايام كورونا طلعت اخبار على انهم ارادوا ان يقتلوا كبار السن. ليش؟ يقولون لان هذا كبير السن بالتالي مناعته ضعيفه، فهو اكثر شيء يتاثر بهذه الامراض. فاحنا نريد ندفع كبار السن ونبقي بهؤلاء الشباب اللي ننتفع بهم. شوف نظرياتهم ونظريه الاسلام تختلف. يقول الاسلام يقول لا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى بالقول، حتى من يريد يتكلم وياهم، حتى من يريد يحكي وياهم يكون يحكي بهدوء، يحكي بوقار، يحكي بسكينه، باحترام، لا ينظر الى ابويه نظره ماقت. يقول من نظر الى ابويه نظر ماقت وهما ظالمان له. بعض الأحيان يقول أنا هذا أبوي وأمي ظلموني. شوف الإمام الصادق يقول من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لا يقبل الله منه صلاته. صلاة هذه اليوم أبدا ما يقبلها الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه نظر إلى أبويه هذه النظرة. فيقول قولوا لهم قولا كريما، ثم تنتقل الآية الكريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعاء الإنسان يدعو لوالديه سواء في حياتهما أو بعد وفاتهما. يذهب الإنسان إلى قبرهم، إلى قبورهم اللي عند أمه وأبوه ميتين، يروح هناك عند القبر يدعو لهم بالرحمة، يدعو لهم بالمغفرة، ويقرأ عندهم سورة ياسين. يقول من الله تعالى يرفع عنا هذا العذاب لمدة 40 يوم. بعد يقرأ سورة القدر، يقرأ لهم الفاتحة ويدعو لهم، وهكذا حتى يكون من الإنسان البار بوالديه. لأن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول اكو ناس كانوا بارين بأبويهم في حياتهم ولكنهما يكتبان عاقين بعد وفاتهم. قال له شلون يا ابن رسول الله؟ قال هذا كان يوصل لهم
كان يبرهم، كان ينطيهم، كان عاقا بوالديه. هذه فرصة، هاي فرصة للإنسان اللي كان عاق بوالديه، فرصة لكل إنسان اللي ما لحق يداري أبوه. أكو فرصة. الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول: وكان عاقا بوالديه في حياتهما ويكتب بارا بعد وفاتهما. قال له: شلون يا ابن رسول الله؟ قال: يصلهم، يقرأ القرآن عنهم، يدعو لهم، يتصدق عنهم، وهكذا الله تعالى يكتبه من البارين. هنيئا لمن يبر أمه وأبوه. بعد ويبعث إليهم بالهدايا. هدايا، يقول النبي صلى الله عليه وآله: ابعثوا لأمواتكم بالهدايا فإنهم يفرحون بها كما يفرحون الأموات أو كما تفرحون أنتم بالهدايا. قال له: شنو يا رسول الله؟ قال لهم: كل شيء اللي عندكم اهدوا لهم، ابعثوا إليهم، لأنهم يحضرون إلى منازلهم وينظرون إلى زوجاتهم وينظرون إلى أبنائهم، يقولون: تصدقوا علينا ولو بكسر خبز، تصدقوا علينا ما عندكم. الله، يقول النبي: فإنهم يفرحون بتلك الهدايا. تدري شنو هاي الهدايا؟ أولا تكون نورا في قبورهم، ويرفع العذاب، الله تعالى يرفع عنهم العذاب إن كانوا مسيئين، ويدعو لهم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله، شوف أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. الإمام زين العابدين كانت عنده أمه، بس مو أمه اللي أولدته، لا، وإنما أمه اللي ربته، لأن الإمام زين العابدين توفيت أمه وهو أثناء الولادة، يعني حينما ولد الإمام توفيت أمه، ربت هاي الأم. تدري الإمام زين العابدين ما كان يأكل معها؟ قالوا له: ليش؟ أنت أبر الناس بأمك. قال لهم: أخاف أمي تباوع على فد شيء وأنا أمد إيدي عليه، خاف قلبها تريد هذه اللقمة مثلا وأنا مديت إيدي فأكون من العاقين. الله، شوف الأهل البيت سلام الله تعالى عليهم كيف ينظرون إلى أبويهم، كيف ينظرون إلى أمهاتهم، إلى آبائهم. لذلك شوف الله سبحانه وتعالى رفعهم، لأنهم طبقوا الشريعة الإسلامية، طبقوا ما أراده القرآن الكريم، طبقوا ما أرادته السماء. ولكن هذا الذي يطبق أوامر السماء، هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا بد أن يدفع الثمن. بالفعل دفعوا الثمن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، وإذا بدورهم خالية. الله أكبر. هذا الإنسان يتذكر دار أمه، دار أبوه، إذا كان عنده ذكريات وياهم. يقول الإمام زين العابدين: والحوراء زينب رجعت إلى الدار وإذا بها خالية من الأحبة، خالية من إخوتها، والإمام داره خالية من أبيه الحسين. والله صاح وبصوت آية فقد الأحباب، الأحباب شموح يا دار الأطياب. والله يا دار نشدك عنها ليك، يا دار وين حسين راعيك، يا دار كم وافد وقاصد اليلفيك. والله يا دار ناغيني وناغيك، يا تالي غراب البيت، يا الناعيك. والله ما يرجعون، ما يرجعون، أيس يا قلبي ما يرجعون. أنا لعمي العيون ترجع اليموتون، ترجع اليموتون، كون البواجي ترجع اليموتون.
غياب هنا وما يرجعون. رحلوا وما رحلوا